وشكون السبب اللي خلى ديك السيده على ان تطرش القيد؟ حنا كنعرفوا على ان المواطن عبر ربوع المملكه يتخبط في ظروف كارثيه اقتصاديه اجتماعيه نفسيه صحيه سياسيه في القيد. السبب الرئيسي اللي خلى المواطن على ان تطرش القيد شنو هو؟ خاصنا نبحثوا من جدر. السبب ماشي هذه طرشات القيد صافي غادي نهبطوا، لا، والسبب الرئيسي لكل فعل ردة فعل. وزارة الداخلية كتحمل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الحالي. الوضع لا يبشر بالخير، الوضع كارثي. مني غنشوفوا حنا وزير الداخلية وكل المسؤولين في وزارة الداخلية هما كيتحملوا المسؤولية ديالهم، على رأسهم عبد الوفي الفتيت، وأنا أتحمل المسؤولية ديالي كأحمد الشرفي المنسق الوطني للمنظمة الوطني للحقوق والحريات. العمال، السادة الولاة، السيد وزير الداخلية، الكاتب العام لوزير الداخلية مريحين في المكاتب ديالهم المكيفة ويعطون الأوامر عبر الهاتف، ويتركون السادة القياد في الخندق الأمامي ديال المعارك ويطلبون منهم تنفيذ يعني مجموعة ديال المهام ومجردينهم من الصلاحيات ديالهم. مجموعه الصلاحيات مجرد ولا بحال القيد بحال عون السلطه. مؤخرا شحال من قيد شدنا حنا تعرض للاعتداء، شحال من القيد كلا العصا. علاش ما كيعتقلوش؟ دابا القيد عنده دابا القيد يعتبر من ضباط الشرطه القضائيه وعنده الصفه الضبطيه، ولكن الصفه الضبطيه راه نصكم. راه ملي كيمشي يعيط للنيابه العامه، كيتصل بالنيابه العامه يقول لهم راه اعتدى عليا فلان وفلان وتعداو عليا وضربوني وكذا، كيقول ليه دير محضر ودفعوا للبوليس. ملي كيوصل عند البوليس كيصبح يتقاضى القيد وهذاك المواطن اللي تعدى عليه كانهم جوج سيفين مع بعضياتهم، مع العلم على ان لو كان تعدى هذاك المخالف على بوليس يكون راه هبطوا الحبس، مع العلم على ان لو كان تعدى هذاك اللي خرج السجون. انا ما كنتكلمش، انا كما قلت سابقا، انا لا اتكلم على المواطنين المدنيين المغاربه اخوتي الشرفاء الاحرار، لا أكن لهم إلا الاحترام والحب والتقدير لخوتي المغاربة. أنا أتكلم على بعض البلطجية من كيتعدوا على بعض أي قائد أتكلم على الطنجة القويرة واش راه شناه. مني كيتصل بالنيابة العامة كتقول لي سير عند البوليس، دفع داكشي للبوليس، كيدفع داكشي للبوليس كيصبح كيتقاضى معاه في المحكمة وعند البوليس بحال جوج مضاربين السيفين مع بعضياتهم. ومع اسمح لي ولو كان هذاك المواطن تعدى على بوليسي غادي يعيط الوكيل الملكي يقول لهم دفعوا عند القيد، كون راه هبطوه ديك الساعه للجيور وانت ما تعداش على القيد، انت قاعد مع البوليس ولا مع الدرك الملكي ما تعداش على القيد، انت هذيك عسب او غير هيرو، والله ما تلقى راسك حتى تلقى راسك في غيبه السجن. على العموم نحن ما بغينا نعرفوا الظروف، حنا مديرين بحث دابا باسم المنظمه الوطنيه للحقوق والحريات، مديرين بحث على الظروف اللي خلات ديك السيده على انها تهجم على القيد. شنو هو الدافع؟ قلت لكم قبيله لكل فعل رده فعل. ما هو الدافع الرئيسي اللي خلى ديك المراه تسرفق القيد؟ شنو هو الدافع الرئيسي اللي خلى القائد على انه يقوم يحجز ديك السيده سلعتها او على انه يدخل معها في ديك الشنآن؟ لان ما خنحملوش المسؤوليه. فين هما الجهات؟ فين هما السلطات المنتخبه؟ فين هما السلطه الاقليميه؟ فين هما الجهات الامنيه؟ واسمح لي الله يخليك استاذ، نحن ملي كنشوف واحد الجريمه واقعه في واحد المنطقه، جريمه كتربى، جريمه كتكون صغيره وغادا وكتكبر، وهناك مجموعه ديال العوامل اللي كيساعدوا في انتشار ديك الجريمه. الجهل تا هو كيتربى، يعني تا هو راه كتشوف مجموعه ديال العوامل اللي كيساعدوا في الجهل. حنا ما نشوفوش هذيك السيده نقولوا لا ما تلفشوش خاصها تاخذ الحبس. وشكون السبب اللي خلى ديك السيده على انها تطرش القيد؟ وشنو السبب اللي خلى القيد على انه وصل مع داك النيفو؟ وكيتكلموا على البال ما البال. حنا ديك الساعه يلاه فاتحين تحقيق في هذا الباب. ونقطه اخرى باش نختم، القانون 113 14 السي ماهر راه واضح، القانون 113 14 من ماده الجماعه الترابيه راه واضح. ونقطه اخرى غادي نقول لك على ان بعض القياد راه كيتجاوزوا الصلاحيات ديالهم، المهام المخوله لهم راه كيتجاوزوها. راه مني كنشوف على ان العرقله بالشارع العام، نعيط اسيدي على شرطه المرور، الهيئه الحضريه كورير باه هي اللي تجي تفك العرقله من الشارع العام. راه بعض رؤساء المناطق لا على الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء راه ما كيبغوش يقدموا يد المساعده للقياد، باش نكونوا واضحين الله يخليك. راه بعض رؤساء المناطق وبعض رؤساء الدوائر راه ما كيبغوش يقدموا لهم يد المساعده. راه ملي كيكون الكروسه في الشارع العام، علاش ملي كيكون مدلع مدير دلع وعنده بيكوب ومدير دلع السياره في الشارع العام كيجي عنده بوليسي السلام عليكم ارى الاوراق ومول الكروسه لا؟ راه تسهيل عمليه السير والجولان وفك العرقله من الشارع العام من تخصص شرطه المرور، نكونوا واضحين. وتحرير الملك العام، هذا الملك كنتكلم انا على الشارع العام، الشارع العام من تخصص شرطه المرور، وتحرير الملك العام من تخصص الذاتي ديال الجماعات الترابيه.
تجيب الشرطه الاداريه وتفعل الشرطه الاداريه وتجيب الناس ديال الموظفين ديال في المقاطعات ويخرجوا ويحرروا الملك العام، لان جماعه الترابيه هما اللي كيتخلصوا من الملك العام، هما اللي كيعطيو الترخيص لشي حد بغى ياخذ الترخيص ديال الاحتلال الملك العام المؤقت. واسمح لي الله يخليك السيد القائد ولا البوليس في هذه الحاله راه كيقدموا غير المؤازره للسلطه المنتخبه اللي خاصها تقوم بالدور ديالها، ولا السلطه المنتخبه حادقه غتجمع غير الفلوس تجني ملايين السنتيمات ديال الضرائب من المحتلين الناس اللي حبسانين عند الملك العام، ومني كيكونوا الملك العام العادي نصيفطوا ليه حنا القيد ولا نصيفطوا ليه على العموم. هذه نقطه واحده اخرى. النقطه الثانيه، يجب ان تتضافر الجهود ما بين الاجهزه الامنيه والسلطات الاقليميه والمحليه والسلطه المنتخبه واداره الجمارك لخدمه هذا الوطن العزيز، لخدمه الوطن وخدمه المواطن. واقعه التي وقعت اليوم في هذا الاسبوع بمدينه تماره ما هي الا ناقوس يدق ناقوس الخطر، لان ما آلت اليه وما آلوا اليه رجالات الداخليه لا يبشر بالخير. مني غنشوفوا حنا قايد خارج كيدقدق في لاطيراسات، ولا نشوفوا حنا قايد غاد يحرر في الملك العام. فينا هي السلطه المنتخبه عباد الله؟ فينا المجالس المنتخبه؟ فينا هي الشرطه الاداريه؟ نتكلم كمنظمه وطنيه للحقوق والحريات، وكنقول لك على ان من هذا الباب هناك بعض رجال الامن ما باغينش يخدموا كيتبان لهم العرقله في الشارع العام. لا سيدي، انا كمواطن خص تسرح لي الطريق اللي خليك وادي الضريبه السنويه وغادي بالسياره ديالي، ما نتسناش انا القيد حتى يجي يضرب على الكراسي. انت شرطه المرور الهيئه الحضريه يجي فعل اخويا المسطره وحرر لي الشارع العام من ندوز الى هذوك الناس اللي عندوش فين يمشيو. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي قطعات 20 سنه في 3 المراحل، شنو حقات لهاد الباعه الجائلين ولا هاد الناس اللي كيبيعوا البار ولا من غيرهم؟ ما هي اين هي مظاهر التنميه في ديك المنطقه بعد ديال تماره؟ شنو حقات في منطقه تماره؟ المبادره الوطنيه شنو حقات في منطقه تماره؟ شنو قدمت لهاد الناس؟ واش قامت باعاده الهيكله ديال الانسان؟ قامت باعاده الهيكله الباعه الجائلين؟ بدات اين؟ هل هناك مظاهر؟ حنا غتكون عندنا واحد الجوله على مستوى منطقه تماره، مدينه تماره، غنتفقدوا فيها الوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن. حنا كنعرفوا على ان المواطن عبر ربوع المملكه يتخبط في ظروف كارثيه اقتصاديه اجتماعيه نفسيه صحيه سياسيه، ولاني مني كنشوفوا البلد، لان هناك بعض الفيديوهات اخويا ماهر واقولها دائما، هناك بعض الفيديوهات ليست في حاجه الى النشر، لان السياسه الخارجيه التي تعرفها بلادنا حاليا ليست في حاجه الى نشر مثل هذه الفيديوهات. هذا راه عندنا اعداء وحده الترابيه المتربصين كياخذوا مني غنشوفوا حنا قيد كياكل في العصا ولا قيد ولا مواطنه كتصرفق في القيد. السبب الرئيسي اللي خلى المواطنه على ان تصرفق القيد شنو هو؟ خاصنا نبحثوا من الجدر، ماشي نشدوا السيده نديوها نسدوا عليها في الحبس، نبحثوا بعدا من الجدر. اول حاجه شنو هو السبب اللي خلى المراه على انها حياك الله نعرفوا السبب الرئيسي اللي خلى المواطنه على انها تصرفق القيد، ونعرفوا السبب الرئيسي اللي خلى القيد يتحط في ذاك الموقف الذي لا يحسد عليه. على العموم الى هنا ناتي الى اختتام، وكنشكر اخويا ماهر قناه ميديا لايف، واحيي خوتي المغاربه الاحرار، وكنقول لهم رمضان كريم، الله يدخلوا لكم بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر وباش ما تمنيتوا يا رب. وكنقول يجب، واعيدها لاخر مره واكرر كمنظمه وطنيه للحقوق والحريات، نطالب بان تتضافر جهود ما بين السلطات الامنيه والسلطه الاقليميه والمحليه والمجالس المنتخبه واداره الجمارك. راه ما كاين اللي ما باغيش يخدم، راه كاين من المسؤولين اللي ولف يريح في البيرو ديالو. وخرجوا الساده العمال، خرجوا رؤساء المناطق وتفقدوا احوال رعايا صاحب الجلاله، وكونوا عند حسن الظن ديال صاحب الجلاله. خرجوا تفقدوا اشنو عندكم وتفقدوا. اطالب من العمل ديال تما وكذلك السيد الوالي انهم يفتحوا تحقيق جاد وشفاف. السبب ماشي هذه طرشات القيد صافي غادي نهبطوا، لا، والسبب الرئيسي لكل فعل ردة فعل. السبب علاش خلاها على ان توصل ذاك النيفو، وعلاش خلاها على السيد القائد تحط في ذاك الموقف. وحنا كمغاربه حشومه ما نقولش هذا الشيء. انا كمواطن شنو غادي يحميني مني غادي نمشي القيمه ديال القيد ولا قيمه ديال البوليسي ولا قيمه ديال العسكري؟ راه المخزن تا هو خص تبقى عنده القيمه ديالو والكرامه ديالو، لانه مطالب بحمايه المواطن وممتلكات المواطن وفرض الهبه ديالو. حياك الله استاذ، لنا عوده في الموضوع ان شاء الله.